كلنا شفنا شعار مرسيدس قبل كده، النجمة الثلاثية. لكن عمرك سألت نفسك ليه نجمة ثلاثية؟ والأهم بقى، مين مرسيدس أصلا؟ يمكن ناس كتير تشوفه عادي، مجرد شعار واسم شركة وخلاص، لكن الحقيقة إن ورا الاسم ده والنجمة دي حكاية كبيرة. تعالوا بينا أحكي لكم الحكاية من البداية. هرجع معاكم لألمانيا في أواخر القرن 19. في الوقت ده ما كانش فيه عربيات، كانت الخيول هي وسيلة التنقل الوحيدة، وأي حد في يوم من الأيام كان بيقول إن ممكن عربية تمشي لوحدها من غير حصان كانت الناس بتضحك عليه. لكن في وسط الناس دي كان في مهندس عبقري اسمه كارل بينز، كان شايف حاجة غير الناس كلها شايفاها، كان مؤمن إن المستقبل هيكون للعربيات. هو بدأ يشتغل على فكرته ويجرب ويفشل ويرجع يبدأ من جديد، وسنين عدت وهو لسه بيحاول لحد سنة 1886. في الوقت ده نجح أخيرا في صناعة أول عربية بتشتغل بمحرك بنزين. كارل كان فاكر إن الناس هتنبهر باللي هو عمله، بس اللي حصل العكس. الناس قالت له إن العربية دي عمرها ما هتنجح، وكمان ناس اتريقت عليه. كان باين إن الحلم قدام عينه خلاص انتهى. بس أحيانا الحكايات الكبيرة بتتغير بسبب قرار واحد، ده اللي حصل فعلا. في يوم من سنة 1888 كارل صحي من النوم، اكتشف ان عربيته مش موجودة. اول حاجة جت في دماغه ان اكيد عربيته اتسرقت، بس لا، مش ده اللي حصل. بيرتا بينز مراته ومن غير ما تقوله قررت تاخد العربية وتسافر بيها اكتر من 100 كيلومتر. كانت عاوزة تثبت للناس ان العربية دي مش مجرد تجربة، دي حاجة هينفع نعتمد عليها بعد كده. بالنسبة لها الرحلة ما كانتش سهلة خالص، العربية عطلت أكتر من مرة، وما كانش فيه وقتها محطات بنزين، فلما كانت بتحتاج بنزين كانت بتشتريه من الصيدلية، وكانت كل ما بتقابلها مشكلة بتحاول تحلها وتكمل. بيرتا رجعت بحاجة أهم من الرحلة نفسها، رجعت والناس كلها بتتكلم عن العربية، ومن اليوم ده بدأ اسم بنز ينتشر في كل مكان. والحلم اللي بدأ مع كارل كبر. في نفس الوقت كان دايملر بيحقق نجاح هو كمان. يمكن كل واحد فيهم كان ماشي في طريق مختلف، لكن في الآخر الطريقين وصلوا لنفس النهاية. في سنة 1926 قرروا إن بدل ما كل واحد فيهم يكمل لوحده يبقوا شركة واحدة، ومن اللحظة دي ما بقاش فيه بنز لوحده ولا دايملر لوحدها، بقى فيه اسم جديد، اسم هيسمعه العالم كله بعد كده، مرسيدس بنز. ومن هنا الحكاية دخلت مرحلة تانية خالص، كل عربية جديدة كانت أحسن من اللي قبلها. الشركة ما كانتش بتنافس غيرها وبس، كانت كل مرة بتحاول تتفوق على نفسها، محرك أقوى، تكنولوجيا جديدة، نظام أمان أعلى، بقت بعد كده موجودة في عربيات العالم كله. سنة بعد سنة بقى اسم مرسيدس بنز مش مجرد شركة، بقى رمز للفخامة والجودة والهندسة الألمانية، ولحد النهاردة لسه الاسم ده محافظ على مكانته. بس كده نرجع بقى للسؤالين المهمين اللي ابتدينا بيهم الفيديو. مين مرسيدس أصلاً؟ مرسيدس كان اسم بنت اسمها مرسيدس ييلينج، بنت رجل أعمال اسمه إيميل ييلينج، كان من أكبر عملاء شركة دايملر. طلب منهم تصميم سيارة جديدة وقال لهم سموها باسم بنتي. خرجت فعلا أول سيارة باسم مرسيدس، والاسم لفت انتباه الناس وانتشر بسرعة جدا. ولما الشركتين اتحدوا بنز ودايملر احتفظوا بالاسم، وبقى الاسم الرسمي بتاعهم مرسيدس بنز. طيب، عرفنا حكاية الاسم. ليه بقى النجمة الثلاثية؟ النجمة دي ما كانتش مجرد شعار، كانت بترمز بالنسبة لهم حلم الشركة إن محركاتها تشتغل في كل مكان، على البر وفي البحر وفي الجو. وعشان كده اختاروا النجمة الثلاثية تبقى رمز للحلم ده. عشان كده كل مرة هتشوف فيها شعار مرسيدس افتكر إنه مش مجرد شعار ولا مجرد اسم، دي حكاية بدأت بفكرة وكبرت مع الإصرار لحد ما بقت واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم. وكده وصلنا معاكم لنهاية الحكاية، لكن عرفنا البداية.